السلام عليكم. تعالوا مع بعض النهارده نعمل البطاطس المحمرة المقرمشة في البيت. هنعملها مقرمشة من بره وطرية من جوه زي بتاعة المحلات. يمكن ولادنا بيحبوا يروحوا ياكلوا اكل جاهز، كريب وشاورما وحاجات، عشان خاطر البطاطس المحمرة دي تكون موجودة بيحبوها قوي. فتعالى اعملها لهم في البيت واقولك على 3 خطوات هتخلي لك البطاطس مقرمشة وذهبية وزي بتاعة المطاعم بالظبط. بس قبل كده ما نبدأ، حط اللايك واعملي اشتراك في القناة وسمي الله، ويلا معايا نبدأ نشوف عملنا البطاطس الجميلة دي ازاي. التتبيله اللي نعملها تبقى تتبيله بسيطه ما فيهاش اي حاجه، ولكن 3 خطوات هم اللي يتوقفوا معاكي على قرمشه البطاطس. 3 خطوات مهمين لازم تخلي بالك منهم. اولا هتبقى مرحله بالنسبه للبطاطس، ومرحله بالنسبه للتتبيله، والمرحله الثالثه هتبقى بالنسبه للقلي. بالنسبة للبطاطس اللي احنا هنحمرها ديت، عايزين نوع بطاطس تكون كويسة. في بطاطس في السوق بنسميها اسبونتا، دي بطاطس بتبقى حلوة للتحمير، لان عارفين البطاطس فيها انواع. في بطاطس بتبقى كويسة للتحمير، وفي بطاطس تانية بتبقى كويسة للصواني والخضار وكده يعني. فعايزين نوع البطاطس يكون كويس. بيتوقف جامد 90% على نجاح الوصفة ديت على نوعية البطاطس. والبطاطس الاسبونتا دي تلاقيها من جوه لونها ابيض زي ما انت شايفة كده فاتح، مش لونها اصفر. هتاخديها طبعا وتقشريها وتغسليها، وابتدي اللي انت تقطعيها زي ما احنا شايفين كده. هنعملها دوائر الاول كده، او حلقات. والحلقات ما تكونش سمكها لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي عشان ما تتريش منك. بعد ما نقطعها حلقات كده نحطها فوق بعض عشان تنجز معانا الوقت وتقطع معانا صوابع سريعه كده زي ما انت شايفه. او ممكن تعمليها واحده واحده لو انت عايزه. دي كانت حوالي نص كيلو من البطاطس بتاعه التحمير. لو انت عايزه تضاعفي الكميه او تعملي اكتر براحتك، المهم تكون الصوابع بالحجم اللي انت شايفاه دوت، لا تخينه ولا رفيعه. خلاص كده تمام، احنا قطعنا الصوابع. هنخش بقى على المرحله التانية. بقى اول مرحله اتفقنا عليها اللي لازم نوعيه البطاطس. المرحله التانية هنبتدي عمليه النقع. بتجيبي هنا حوالي نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه من الخل، وابتدي تحطي البطاطس بتاعتك وعليها ميه مغليه، وتنقعيها في الميه المغليه ديت لمده 5 دقايق. طبعا احنا مش عايزينها مسلوقه، ولكن عايزينها تبقى منقوعه في الميه المغليه ديت. بدرجه كده تحس اللي هي زي ما هي كده متماسكه، ولكن لونها بقى شفاف كده شويه، فيها لون شفاف شويه لكن متماسكه زي ما هي. مرحله بقى التتبيله بسيطه جدا. معايا نص كوبايه من الدقيق، وهضيف لهم معلقتين كبار من النشا. وبعدين التوابل اللي انت شايفاها دي عباره عن ايه؟ معلقه صغيره من الملح، معلقه من الكاري، ومعلقه من الكركم، ومعلقه من الثوم البودر. التوم والكاري هيديلها طعم لذيذ جدا. واما الكركم ده بقى اللي هيديلها اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده. بتطلع مع القليه اللون ذهبي من الكركم والقليه بتاعتها كمان، فبتبقى اللون الجميل اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده. فلازم تحطي الكركم، انصحك بيه يعني. مش محتاجين بقى توابل كتير، لا كمون ولا كزبره ولا اي حاجه. هم كفايه الايه ال4 مكونات اللي احنا قلنا عليهم دول، مع نص كوبايه الدقيق ومعلقتين كبار من النشا. هيديكوا كفر كده جميل قوي للبطاطس ويخليها مقرمشه ودهبي. ما تنسيش معانا كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. اخلطي بقى المكونات دي كلها مع بعض كده. مكونات كلها جافة، مش هنعمل عجينة سايلة. في ناس بتحط عليها بقى مية وتعملها عجينة سايلة، تيجي تحط عليها البطاطس وتيجي تقليها في الزيت، تلاقي البطاطس بدأت تنقط منك من العجينة دي في الزيت، وعملت حواليها شوائب كده من الدقيق والعجين كأنها عاملة بقلاوة او لقمة القاضي. لا، متبقاش ظريفة خالص. احنا هنعمل كل دوت على الناشف. هتاخدي كل المكونات ديت وهنعملها على الناشف، وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. يبقى دي تاني مرحلة مهمة بعد نوعية البطاطس. كمية التتبيلة اللي احنا قلنا عليها والمقدار بتاعها والمقدار المظبوط من التوابل. شوف هنا البطاطس بقت لونها مديه كده على الشفاف شويه، بس مش مسلوقه، متماسكه زي ما هي زي ما انت شايفه كده، لا مسلوقه ولا هي نيه. هناخدها بقى ونحطها في الدقيق والنشا اللي انت شفتيه معايا ده. عايزه اقولك على ملحوظه مهمه. شوفي انا هشاورلك دلوقتي على الميه اللي موجوده في الصينيه دي. انا عايزه البطاطس، شايفه انا عايزه البطاطس تبقى مبلوله يا جماعه مش ناشفه، عشان يلزق فيها الدقيق بالنشا بالحاجات ديت. لان لو ما لزقش فيها بص تلاقي الدقيق يبتدي ينزل منك في الزيت، يعمل دقيق كده في الزيت وينزل منك في الزيت. لكن انا عايزاها متماسكه وفي نفس الوقت مش عايزاها سايله. يبقى وسط كده، لا عجينه سايله فيها ميه وتنقط مني في الزيت الحاجات الدقيق والتتبيله والحاجه، ولا هي تكون عليها دقيق بس كده فيبتدي الدقيق يقع من عليها برضو في الزيت. زي ما انت شايفه كده هبتدي افردها عشان ما تلزقش على بعضها. شايفه بعد ما سبتها حوالي نص ساعه كده، بسيبها في التلاجة نص ساعه يمسك عليها الدقيق والتوابل عليها. شايفه بيبقى عامله زي طبقه عجين كده خفيف، بس مش بتسقط ولا اي حاجه.
كفر كده عليها بيحميها وبيخليها، هو ده اللي هيخليها مقرمشه معاكي جدا، ومن جوه هيحافظ على طراوتها وتبقى طريه زي ما هي. الخطوة الثالثة المهمة جدا بقى في تحمير البطاطس وان هي تطلع مقرمشة، خطوة القلية. القلية الزيت يبقى مقدوح قوي ويبقى ساخن جامد بحيث ان هو الكفر بتاعها يتحرق وهي لسه ما استوتش، ولا طبعا هيكون الزيت بارد خالص بحيث ان البطاطس هتطلع معاكي شاربة زيت ومش كويسة. لا، هيبقى الزيت ساخن بس مش درجة القدح يا جماعة، متقدحوش جامد قوي، هيبقى ساخن لا هو بارد ولا مقدوح، يبقى ساخن بحيث ان البطاطس تقدر ان هي تاخد راحتها في السوا زي ما انت شايفه كده، وبحيث ان هي تطلع زي ما انت شايفه برضه اهو، تشوفي مقرمشه خالص اهيت، ومن بره هتبقى لسه طريه وجميله مش مقدده كده من جوه وتبقى ناشفه خالص كده، تبقى عامله كده زي العصيان، لا تبقى بطاطس يا جماعه مقرمشه من بره وطريه من جوه. الولاد كانوا معجبين بها قوي، وشوفوا كانوا بيخطفوها مني وانا قاعده وانا بقلي لسه وبيحبوها وبيحبوا المطاعم عشان خاطر البطاطس دي. جربيها ومش هتندمي وان شاء الله تعجبك، وما تنسيش بقى تسيبي لي تعليق تقولي رايك في البطاطس بتاعه النهارده، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.